السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوجد معكم سلو. كل واحد وشنو كيقول له. عندي في المقادير، عندي 2 كيلو ما بين اللوز والكاوكاو. عندي غير شي كميه قليله، شي نص كيلو، شي الاخر كاوكاو لوز عفوا. وعندي الشوفان محمره وطحنته، وعندي الشنجلان توا محمر ومطحون، واللوز توا قليته وطحنته. ما طحنتوش مزيان، خليته شويه مفتت باش تحس بداك اللوز هكا فم. وعندي واحد الكميه ديال اللوز هكاك صحيح باش كنديرو في الاخر. وعندي النافع وحبه حلاوه 2 معالق كبار غندير، وعندي قبصه ديال الملح، وعندي الشنجلان حبوب باش غادي نديرو في الاخر باش كيعطينا ديكور زوين والمذاق زوين. وعندي قبيصه ديال الملح، وعندي الكوزه غادي نحكها، وعندي السكر اللي غادي ندير نوعيه جيده، وعندي الزيت والزبده كيطيبوا فيهم الزعتر. من بعد فاش غنبدا نخلط راه غادي نصفيهم، غادي يبان لكم في الفيديو. والسكر راه على حسب الذوق ديال كل واحد. انا درت ديك الساشي فيها نص كيلو قل 100 غرام، وانتم بغيتو ديروا العسل، بغيتو اللي بغيتو ديروه. انا بعد ما درت هنا العناصر كلها والطحين بطبيعه الحال، عندي كيلو وربع تاع الدقيق محمره، وكيلو تاع الشوفان توا محمرها. كنت دايره القزعه ولكن ما قداتنيش، ودرت هذا البانيو هكا كبير. وكنخلطوا العناصر كلها كيبغي الدليك، كتبغيو تمعكوا بيديكم مزيان باش كيطلق داك الزيوت ديالو. كاع المكونات كندمج مع بعضياتها وصافي. نخليكم مع الكماله ديال الفيديو. عواشركم مباركه، ودخلوا عليكم هاد رمضان وشعبان بالصحيحه والسلامه وطول العمر، ويعطينا الرحمه والمغفره لينا ولجميع امه محمد. والسلام عليكم، وخليتكم مع الفيديو.